برحب بحضراتكم مرة تانية، ومعانا ضيفة هتكلمنا عن موضوع مهم جدا الحقيقة. هي الأستاذة رشا حسن، مفتش أول آثار في متحف مطار القاهرة الدولي. طبعا هي مفتش آثار بوزارة السياحة والآثار. برحب بحضرتك يا أستاذة رشا. أهلا بحضرتك، ازي حضرتك، عاملة ايه؟ يعني بداية أنا كمواطنة مصرية بسافر وبروح مطار القاهرة الدولي كتير، معرفش إن في متحف فعلا. فقولي لي المعلومة دي، ان في متحف في مطار القاهرة الدولي. اي حد مسافر بنروح بدري، بنروح قبل السفر ب3 ساعات، بنخلص الاجراءات بسرعة وبنبقى قاعدين مش بنعمل حاجة. فكرة ان في متحف داخل مطار القاهرة الدولي دي حاجة مهمة جدا اننا نعرفها عشان نستمتع بوقتنا واحنا منتظرين السفر. بصراحة المتحف فكرته كانت جميلة جدا بصراحة، لان كمان هو مفتوح كمان للترانزيت، لان في ناس بتنزل ترانزيت ب8 ساعات فما بتبقاش عارفه تعمل ايه. فهي فكره هي تعتبر جيت لمصر كلها، يعني بوابه لمصر، حتى اللي مش قادر، اللي ما نزلش اوريدي مصر يقدر يشوف كل الحضاره. ده هو كده بيبقى فيه فرايتي في المتحف من كل القطع الاثريه من جميع العصور. فده بيديكي رؤيه كامله للحضاره المصريه. يعني في ناس يعني كتير من هنود بالاخص لما بينزلوا ترانزيت عندنا في المطار وبيشوفوا القطع الاثريه بيقول لا احنا لازم نظبط نزوله لمصر علشان نشوف الاثار دي. يعني دي دعايه بسيطه وصغيره لكن هتجذب سياحه طبعا قادمه كبيره ان شاء الله. ان شاء الله. طيب خلينا نتكلم عن موضوع فقرتنا، وكلميني عن رحله هنرجع فيها 3400 سنه. ده رقم كبير جدا عشان نشوف الفرعون الصغير توت عنخ آمون. كلميني عن هذه الرحلة في محاكاة لحياة توت عنخ آمون. اولا هي تجربه استثنائيه جدا، انتي بتعيشيها ممكن في العمر مره واحده، لان هي حاجه يعني جميله جدا بالتعاون مع وزاره السياحه والاثار، مع الشركه الاسبانيه اسمها مدريد ديجيتاليس. بصراحه عملوا حاجه يعني ما حصلتش في موضوع توت عنخ آمون. اولا بالتزامن مع افتتاح المقبره، هي تم اكتشاف المقبره سنه 1922 في نوفمبر، فهي عدى عليها 101 سنه. ايوه. فطبعا ده خلى العالم كله ينبهر بالفكره ان هم ازاي عملوا ده في نفس الوقت، توقيت الناس كلها بتحتفل باكتشاف مقبره توت عنخ آمون اللي عملت ضجه عالميه. طبعا هي تجربه استثنائيه انت بتعيشيها. اولا طريقه العرض بالطرق المبتكره، التكنولوجيا المبتكره جدا. اكيد. درجه العرض نفسه درجته 360 درجه، يعني انت سراوندد كل حاجه انت بتعيشيها في حياه الملك توت عنخ آمون هو بالظبط انت بتعيشي يوم في حياته. في حياه المصري القديم كمان، يعني في عهد توت عنخ آمون، بس في حياه المصري القديم نفسه. يعني بتشوفي هم كانوا بياكلوا ازاي، الحياه كلها بيعملوها ازاي، الزراعه، رعاية الحيوانات، كل الحاجات دي بتشوفيها كأنها مجسمة قدامك، مجسمة باستخدام طبعا أحدث وسائل التكنولوجيا، بمؤثرات سمعية وبصرية هايلة، يعني خيالية بصراحة. مدة العرض بتبقى قد إيه؟ بتبقى حوالي 30 دقيقة. 30 دقيقة مدة مش قليلة، مش قليلة. وغير كده هم عملوا يعني بصراحة قطاع المتاحف عامل شغل جامد جدا في تيسير الوصول للموضوع. يعني انت ممكن بتحجزي الساعة اللي انت عايزاها في اليوم اللي انت عايزاه عن طريق السايت بتاعهم. بتقدري تدفعي برضو عن طريق السايت. يعني في فاسيلتيز كتيرة قوي بتشجعك ان انت تروحي. ايوه طبعا. ده في المتحف المصري الجديد الكبير. واكيد عندكم برضو في متحف مطار القاهرة جزء من العرض، ولا بس اعلان عن الحدث؟ يعني هو يعني احنا منفصلين عن القصة. أيوة. يعني احنا ما حصلش عندنا، يعني كل متحف بيلعب دور يعني أيوة. مهم قوي قوي. يعني هم اختاروا توت عنخ آمون كمان لسبب، يعني مش اي ملك. احنا عندنا ملوك كتير عظماء اكيد، عندنا رمسيس الثاني، عندنا تحتمس الثالث، عندنا ملوك كتير عظماء، بس توت عنخ آمون يعني ملك صغير، مات صغير في السن، حكم فترة صغيرة، كانت فترة حكمه فيها حاجات كتيرة، انتقال من عبادة الإله أتون لعبادة الإله آمون تاني، فكانت حياته مثيرة للجدل كده. أيوة. فهم طبعا بقوا أيقونة طبعا، لأن توت عنخ آمون المقبرة الوحيدة اللي تم اكتشافها كاملة، ما حدش مسها ولا اللصوص عرفوا يوصلوا لها. فدي كانت برضو البوينت برضو مهمة جدا، ان الملك ده يعني يستحوذ على كل الاهتمام ده. أكيد. فتوت عنخ آمون بصراحة هو أيقونة عالمية، مش مصرية بس.
طيب خلينا نتكلم عن المتحف المصري الكبير، وبنتكلم انه اول متحف مصري صديق للبيئة. يعني ايه صديق للبيئة؟ اولا هو اخذ شهادة الهرم الذهبي لأول بناء اخضر في مصر. معنى بناء اخضر يعني من اول التصميم الهندسي للبناء نفسه، وهو بكل حاجه صديقه للبيئه. كل حاجه بنستخدمها استخدام جيد للبيئه، ما بيلوثش البيئه. من اول التصميم الهندسي اللي بيعتمد فيه على الطاقه المتجدده. التصميم نفسه متصمم ان في يبقى المنافذ بتاعه المتحف نفسها نستخدم فيها طاقه اللي هي الرياح مثلا، علشان ده تخفيف من استخدام التكييفات. ايوه. مثلا بالاضاءه نفسها بنستخدم الشمس، بنحاول ان احنا نستثمر وجود الشمس عندنا، دي طاقه متجدده. كل ده من حاجات من عوامل الاستدامه. الاستدامه اللي هي ان انا احافظ او عدم استنزاف الموارد الطبيعيه اللي احنا موجودين فيها دلوقتي، والحفاظ عليها للاجيال اللي جايه. اكيد. فده بصراحه كانت خطوه كبيره جدا لمصر. احنا ما خدناش شهادات بس يعني محليه، احنا خدنا شهادات عالميه بالنسبه للمتحف المصري الكبير. المتحف دلوقتي اصبح ليها دور كبير جدا في المشاركه المجتمعيه وفي الحفاظ على البيئه. كلميني برضو عن دور المتاحف بشكل عام. هو الكونسبت نفسه بتاع المتحف اتغير. يعني ما بقاش المتحف هو المكان بس اللي انت بتروحيه بتشوفي فيه الانتيكات والحاجات القديمه والصور، الحاجات النقوش والحاجات المعابد اللي قبل كده. لا، هو دوره بقى توعوي اكتر، بقى ليه دور في التنميه الثقافيه والاقتصاديه كمان في البلد. ايوه. يعني احنا كمان مش بنهتم بس بالحاجات اللي هي القديمه، احنا بنهتم بالانسان اللي صنع الحضاره دي. اكيد. فدي بوينت مهمه جدا، لازم اللي يبقى عارف ان دور المتحف دلوقتي اتغير، واحنا جوه المتحف نفسه بيبقى فيه مشاركه مجتمعيه. يعني في مجموعات نفسها في المتحف، كل المتاحف دلوقتي يعني بصراحه قطاع المتاحف بيلعب دور جامد جدا جدا في موضوع التوعيه والثقافه دي. ان انت زيارتك مش بتنتهي بانتهاء خروجك من المتحف، دي بتبتدي، لان احنا اوريدي بنتواصل مع الزائرين بعد كده. هو في المتحف بنعمل انشطه كتيره جدا، في عندنا برامج معينه للاطفال وللكبار، بيخلي الميوزيوم نفسه يعني اكسايتد اكتر. ايوه، بيبقى عندهم شغف، يعني بالزبط. عايزين يستكملوا الرحله حتى لو زياره المتحف خلصت النهارده، لكن طبعا رحله في حياه المصري القديم لسه طويله قوي. طبعا. وهم كمان دلوقتي يعني احنا كمان في اتجاه ان احنا غير المتاحف الخضراء، احنا في اتجاه ان احنا في قسم خاص لذوي الاحتياجات الخاصه، ودي طبعا الرؤيه 2030 السيد الرئيس بنهتم بيهم قوي. ايوه. وبقينا يعني بنعيش حياتهم علشان نخلي المتحف ده بالنسبه لهم مكان يحبوا يروحوه. اكيد. مش قاصر بس على اللي هم الناس العاديه. بقى في مسارات خاصه كده لذوي البصيره مثلا، بقى في شاشات عرض ديجيتال ممكن تستخدميها علشان تسمعي حتى لو ما كنتش بتشوفي مثلا كويس. في حاجات كتير يعني فاسيلتيز كتيره دلوقتي موجوده في قطاع المتاحف. اكيد. طيب حضرتك كمان شاركتي السنه اللي فاتت في تجربه وتدريب في المتحف المانيا، كلميني عن هذه التجربه. هي كانت سمر سكول في متاحف المانيا. طبعا يعني انا كنت وانا متخيله وانا مسافره المانيا، لا انا هشوف بقى يعني الفضاء يعني. فلقيت الدنيا يعني هم بيستخدموا اقل الامكانيات بيعملوا بيها اعظم البروجكتس. فهي دي البوينت اللي انا لعبت عليها بعد ما رجعت، ان انا نقلت كل ده طبعا لزمايلي، لكل الناس اللي عملت محاضرات كتيره جدا في الموضوع ده، لان انا لقيتهم بيستخدموا حاجات امكانيات بسيطه جدا. يعني مش قادره اقول لك هم عاملين متاحف في كل حاجه. احنا اللي عندنا الاف الاثار، احنا اللي عندنا الفرايتي كلها. يعني احنا ممكن نعمل مليون ميوزيوم زي اللي انا شفتهم هناك. ايوه. بيعملوا ورك شوبس واكتيفيتيز وكرافتس، حاجات بسيطه جدا بس قد ايه مؤثره. يعني بيستخدموا مثلا، شفت ورك شوب مثلا بيستخدموا الخوص، الحاجات اللي هي اوريدي افيلبل عندنا، ده احنا موجوده في الفيوم بالظبط في كل حته في مصر. أيوة. يعني الموضوع مش صعب. هي دي البوينت اللي انا لعبت عليها. هم بالظبط بيستخدموا السهل الممتنع. أيوة. يعني حاجات سهله جدا احنا عندنا ممكن نلاقيها في كل مكان، وممكن نستخدمها بشكل احسن من اللي موجودين فيه. هم بيدوا قيمه لكل حاجه بسيطه. يعني انا شفت متحف لحاجات التسعينات، التسجيل، شرايط الكاسيت. انا لو اديت ابني دلوقتي شريط كاسيت هو مش هيعرف ايه ده. فيعني هم تخيلي هم بيعيدوا قد ايه ذكريات، حتى حاجات مش قديمه، مش انتيكات يعني، لا حاجات حتى قريب مش من بعيد. ايوه.
طيب أستاذة رشا، احنا عندنا جزء من شغلك على الانترنت، خلينا نشوفه ونرجع مرة تانية. نتابع أستاذة رشا على اليوتيوب ونرجع مرة تانية. كل دي حاجات عن توت ما نعرفهاش. طب تعالى معايا النهارده ونفتح التابوت. مولانا توت عنخ آمون كما لم تعرفه من قبل. توت عنخ آمون صاحب المقبرة الكاملة والأساس الجنزي والقناع الذهبي، لكن اللي جاي احكيهولك النهارده مختلف تماما عن أي حاجة ممكن تكون سمعتها قبل كده. كان عالم الآثار المشهور كارتر أول إنسان يحط رجله في مقبرة ما اتفتحتش من 3000 سنة، لكن زي ما اتفاجئ من كمية الكنوز اللي موجودة في المقبرة، في حاجات تانية كتير فاجئته. زي مثلا ان المقبرة دي كانت متواضعة جدا بالنسبة لملك من ملوك مصر القديم، صغيرة كده وكنزة. تعال شوف مقابر الملوك من قبله، شرحة كده وبرحة وترد الروح. طب تخيل كمان ان هو ما لقاش اي رسومات او نقوش في المقبرة زي ما كان معروف يعني عن مقابر المصريين القدماء، وخاصة الملوك منهم، الا في غرفة الدفن الخاصة بتوت عنخ آمون. وزي ما يكون النقاش كده ما كانش ليه نفس يرسم اصلا، رسومات متواضعة ودهانات كده محطوطة بشكل عشوائي. منظر بس كده الملك توت عنخ آمون وهو مع بعض المعبودات، ومنظر واحد بس من كتاب البوابات او كتاب الموتى اللي كانوا بيسموه الإبيدوات. والكتاب ده كان مهم جدا ان هم يرسموا مناظر منه كتيرة في المقبرة، لان ده كان بيساعد الملك المتوفى في حياته في العالم الاخر. لكن الغريب ان هم يدوب لقوا منظر واحد، ما لقيناش غير الجملة اللي قومت العالم كله علينا في موضوع لعنة الفراعنة دي، اللي كانت بتقول سيضرب الموتى بجناحيه السمين كل من يعكر صفو الملك. طب كنت رسمت لك منظرين من الإيميدوات. مش وقته عظمتك. الحقيقة شغلك جميل، وبعدين بتتكلمي بطريقة بسيطة جدا علشان توصل لكل الناس. ليه فكرتي انك تعملي بيج على اليوتيوب او محتوى على اليوتيوب بيتكلم عن آثار مصر؟ اولا انا لقيت المحتويات دلوقتي او الناس بقت اهتماماتها اتغيرت عن قبل كده. احنا كنا بنفرح قوي واحنا صغيرين بكتاب جديد نجيبه، بمجله، بمعلومه جديده نعرفها. الموضوع اختلف دلوقتي خالص. ان انا افكر ان انا اعمل محتوى ثقافي بحت، فده هيبقى صعب جدا جدا في الميديا اللي احنا عايشين فيها. ايوه طبعا. فانا عندي زمايلي من ايام الكليه، فانا لما كنت بقعد احكي لهم الحكايات، مثلا اي حاجه بقراها، اي قصه عندنا في التاريخ او كده، فكانوا دايما بيقولوا لي اسلوبك يا رشا لطيف، يعني انت بسطتي لنا يعني وصلتي المعلومه بطريقه لايت وخفيفه يعني. فبصراحه زوجي دعمني جدا في الموضوع، ان انا اعمل شانل على اليوتيوب احكي فيها حكايات اثريه واقول فيها معلومات اثريه بطريقه لايت، اجيب كوميكس، حاجات بسيطه من الافلام او المسلسلات، مش عشان حاجه، علشان بس يعني انا عندي هدف عايزه اوصل له. انا عايزه ادي لحضرتك معلومه، فعايزه اوصلها لك، بس يا ريتك تكملي الفيديو دلوقتي. أيوه. مفيش حد بيقدر يقعد على فيديو 5 دقايق، ده هيبقى كتير قوي. بالظبط. فدي كانت مشكله بصراحه بتواجهني لحد ما يعني عملت الكونتنت ده، واتمنى ان هو يعجب الناس، والحمد لله ان هو وصل يعني. لا ان شاء الله يعجب الناس. وفكره انك استخدمتي الكوميكس دي فكره برضو مواكبه للعصر، يعني هتجذبي نوع مختلف من الجمهور، مش بس بالزبط. الجمهور اللي بيدور على الثقافه وعايز حاجه تقيله، لا هتجذبي شباب وصغار سن. وصدقيني يعني احنا مش بس احنا اللي مهتمين بموضوع الاثار والتاريخ، احنا عندنا ناس من بره كتير يعني الحمد لله. انا كان عندي ناس فولورز من امريكا، هم ما يعرفوش حاجه عن مصر يعني، ومش عارفين حاجه عن مصر، فبالصدفه بيشوفوا الفيديوز عن الانستا والحاجات والتيك توك والحاجات دي. فانا عايزه اقول لك ان هم خططوا يعملوا يعني رحله هنا مصر، وجم فعلا مصر، واخدتهم في تريب يعني في تور كده حوالين المتاحف، في المتحف المصري والمتحف القبطي. مش قادره اقول لك هم انبهروا قد ايه. كل ده من فيديو بيضحك، بس انا حسيت ان انا عرفت اوصل بقى يعني. انا كده دي هو ده اللي انا كنت عايزه اوصل، هو ده الهدف. والحقيقه هدف جميل، ويا رب تستمري فيه ان شاء الله، والموضوع ينتشر اكتر. ضيفتنا اللي كانت منورانا الاستاذه رشا حسن، مفتش اول اثار في متحف المصري الموجود في مطار القاهره، وصاحبه محتوى على اليوتيوب. بكده خلصت مع حضراتكم حلقتنا النهارده من مصر جميله، لكن كل يوم موجودين وفريق عمل جديد، ودايما مصر جميله.